انا كزوز عايش في مصر، كنت فاكر اني عارف كل حاجه، فاهم كل حاجه، شايف كل حاجه، بس في حاجه ما كانش لازم اشوفها، والحاجه اللي انت شفتها هي اللي وصلتك للمرحله دي. ايوه يا دكتور، طب ممكن تقول لي شفت ايه عشان اقدر احدد لك العلاج اللي هتمشي عليه؟ العيد اللي فات رحت عند ناس قرايبي عشان اعيد وكده، وانا في نص القعده لمحت واحد قريبي يعتبر طفل قاعد على الكمبيوتر، بس ما كانش بيلعب، ما كانش بيتفرج على الفيديوهات، ده كان فاتح صفحه سودا في سودا وعمال يقلب فيها. قعدت جنبه وسالته من باب الفضول انت بتتفرج على ايه؟ ما ردش عليا، فرميت عيني على الشاشه ولقيته قاعد على موقع وبينزل في بوستات مكتوب فيها ده غير الصور والفيديوهات اللي على الموقع نفسه، فيديوهات زي وصور زي. ومن ساعتها يا دكتور الحاجات دي في دماغي لدرجه ان في يوم فكرت اني للاسف حالتك ميؤوس منها. الريدت المفروض انه يكون موقع تواصل او منتدى زي اي منتدى تاني، بس هو اشهر منتدى بين المنتديات كلها. الموقع ده لو جيت تشوفه من جوه هتلاقيه متقسم لمجتمعات ومنتديات صغيره اسمها سب ريدت، واللي فهمته ان كل سب ريدت منهم بيركز على فكره معينه، زي مثلا واحد مهتم بالكوره فبيخش في منتدى بتاع كوره ويبدا يشارك هناك اهتماماته. لكن وحط لي تحت لكن دي 100 خط. الموقع ده فتحها على البحر، معنى ان مفيش قيود تقريبا على اي حاجه. طب ما تجرب يعني. هو في الشخص في الموقع ده يقدر يتكلم في اي موضوع حلو او وحش، بس ده التعريف المبدئي للموقع ده، واللي حرفيا خد مني اسبوع كامل عشان افهم الكلام اللي انا لسه قايله لك من شويه. فانت اكيد مش هتخسر حاجه لما تضغط على 200 الزرار ده وتنزل تكتب اي خط تعليق عشان تعوضني عن الشهرين اللي خدتهم وانا بحضر الفيديو ده. شهرين خسر شفت فيهم اللي ما شفتوش في حياتي، لدرجه ان كنت فاكر ان مجتمع الفيسبوك اللي عملت عنهم فيديو مفيش اغرب منهم، بس لا، طلع فيه، وهو مجتمع الريدت. انت ابن مره. لا عشان ابدا احلل نوع المجتمع اللي موجود على المنصه دي اتبعت نفس تكتيك الفيس، وهو ان افتح حساب يحركهم من جوه يهز مشاعرهم. امسك يا مره يا عود. اسمع يا ابن فبعد تحليل كتير وبحث اكتر في المنصه دي استوعبت انهم 40% منهم 30% منهم ناس بتتاخد ورا مصنع النساجون الشرقيون، 30% غيرهم اطفال. وتعالى بقى اديك نصيحه، لو انت اب او انت ام دلوقتي، انت كشخص عارف العقوق، انت كنت عاق في فتره، انا كنت عاق في فتره، بس طبعا العقوق لها مراحل. اول مرحله ان ابنك ما يسمعش كلامك، ثاني مرحله ان ابنك يبدا يرفع عليك صوت، ثالث مرحله ان ابنك يبدا يتكبر عليك. اركبه والف بيه مصر. اسمع يا ابن. بس اخر مرحله ومش المرحله الرابعه، لا دي بعديها بكتير، انك تلاقي ابنك قاعد على شيء اسمه الريدت، لان شفت اطفال منزلين بوستات حرفيا تجيب لك ضعف جدا. خسر من كتر صعوبتها كان عندي استعداد افضل اتفرج على البنت بتاعت الكورال دي وما اتفرجش على بوستات الاطفال دول تاني. باين بدوني بتولى ولا ايه؟ يا نهار ابيض. انت ابن مره. وبكده عرفت اسمي الحساب ده ايه، ووقع الاختيار على افجر اسم جه في دماغي ساعتها ويليق على موقع زي ده، ايوه كده دلعني. ده انا عنيك، ده انا عنيك. وعلى طول ما كانش في وقت دخلت طوالي عشان ابحث عن سب ريدت ليه علاقه ببلدي، معهد الحضارات، ام الدنيا مصر. واول سب ريدت عيني وقعت عليه كان بيقول Welcome to Egypt. This subreddit is dedicated to news, information, pictures, questions, discussions and various topics related to Egypt, the cradle of ancient civilizations. الوصف بتاع السب ريدت ده بيقول ازيك انت في مصر، معهد الحضارات القديمه المشهوره باهراماتها العظيمه واثارها الخالده، وقال في الاخر مصر هي موطن نهر النيل الشهير والمعابد المذهله وتكشف عن تاريخ يمتد لالاف السنين. لا يا جدعان، الدمعه المره دي نزلت من عيني بجد، فقلت لا، ما الموضوع حلو اهو. بس على طول استوعبت ان دي الطبقه اللي بتكون على السطح، اول ما بتكحتها بتلاقي ايجيبت ديتنج سب ريدت مع وصف ولا روح اطرطر وانا في دماغك على ما اطرطر واجيلك. سب مخصص للمصريين الربوبيين واللا اداريين وغيرهم للتعارف والارتباط وبناء علاقات جاده ومشاركه التجارب والنصائح. هنا تقدر تلاقي ناس شبهك، ناس تسمعك وتعبر عن اهتماماتك. اتفوا عليكم حرفيا علم معرفة، مفيش حد صاحي في الصب ده، كلهم معتيه. مفيش بوست واحد قريته الا وجالي احساس ان طرطر على الكمبيوتر بتاعي. وتحت الصب ده طوالي صب للنسوان بس يا مره يا بنت الموضوع، وتحتيه برضه صب للملحدين. ومن الاخر يعني انا لقيت كل الموبقات، مفيش حاجه صح. اي مجتمع انت هتبحث عنه هتلاقي واحد بس عدل، ومش بنسبه كبيره، الباقي يعني اعوذ بالله. لحد ما فاض بيا الكيل وقلت خلاص مفيش ريدت تاني، مفيش حتى فيديو عن ريدت. وانا بقى في الموقع ده لقيت الرساله دي. انت صبري؟ هو دي اخر لا مؤاخذه خرم. انت لو راجل انزل قابلني دلوقتي، لو انت ذكر. ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ الحمد لله. انت مين يا اسطى؟ شفتك كاتب تعليق كده محترم في صب فحبيت اتعرف عليك.
ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ طب انت لا طب لا طب طفل لا برضه. قمت مديله الختم وقلت له انت كده مناسب انك تخش السيرفر الجديد اللي انا عملته، ومن ساعه ما اعلنت عنه في الفيديو اللي فات عملت تحديثات للسيرفر ده، ويا ريت انت لما تيجي تخش يكون مستوى البنان عندك اقل من 6%، بس هتلاقي رابط السيرفر في الوصف. المهم بعد كلام كتير ونقاشات معاه قلت له هل انت مرتاح في الريدت ده؟ طب هل انت حاسس انك بني ادم وانت في الريدت ده؟ وكل اجاباته كانت واكتشفت بعدين انه من المخضرمين في الريدت، موسوعه ريدت، ولقيته بيقول لي ان السب ريدت اللي وريتها لكم من شويه ولا حاجه بالنسبه للي هو حضرهم. انا بقى عيني لمعت لاني اقدر دلوقتي اكمل باقي الفيديو من غير ما استكشف بنفسي واتخصي بنسبه 90%، وبرضه عشان محتوى اكتر يسوي فلوس اكتر. فقلت له يا باشا وريني، اشجيني، ابهرني. اول ما بدا يحكي لي عن المجتمعات ده ويوريني سكرينات منها، حرفيا انا كنت مصدوم يا جدعان، بالذات اخر مجتمع هو كان فيه تقريبا ما فيش فرق بينه وبين جروبات التليجرام اللي كان بيتنشر عليها الفيديوهات اللي انا وانت عارفينها. فانا هبدا لك باول سب ريدت هو حكى لي عنهم عشان اهيئك للاخير. بتعرف تسرق؟ عندك طرق كرييتيف فشخ للسرقه. حرامي من اصل عيله حراميه، يبقى مبروك. المكان الوحيد اللي الناس فيه مش هتمسكك هو المكان ده، وكمان تقدر توريهم الانجازات اللي انت سارقها، وكمان تقدر تشارك معاهم خبراتك. يا حرامي يا ابن ايه مالك اتخضيت ولا ايه؟ يا علق يا داع ملعون في الطين بصوت مروحش يا خو. السب ده كل النقاشات اللي كانت فيه تخص السرقه، وكل مواضيعهم كانت عباره عن افضل اماكن للسرقه، ازاي تخفي الحاجات اللي انت هتسرقها، ازاي ما تظهرش في الكاميرات وانت بتسرق، حتى لو اتمسكت ما تخافش يا صاحبي، ده في نصايح قانونيه عشان لو اتمسكت ما تتحبسش. المشكله بقى ان السب ده مش بيدي نصايح وبس، بيشجع كمان. واللي صدمني اكتر انه قال لي ان السب ده قديم فشخ من 2009 وفضل مفتوح لحد 2018، والريدت قفل المجتمع ده لانه بدا يجيب اسامي متاجر مشهوره في امريكا وبالاسم، واهمهم ويلمارت. وعضقت الناس على ريدت انه يقفل المجتمع ده، ريدت استجاب وقفل. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ السب ريدت الاخير بقى هو الاوسخ الازبل الاحقر، انفتح في 2018 وكان في اسم WBN بمعنى واتش بيبل داي، شوف الناس بيموت. وتقريبا كده انت استنتجت ايه هو المحتوى اللي كان بيتنشر على المجتمع ده. المحتوى كان عباره عن صور وفيديوهات لناس بتموت وبكل الطرق ومن كل حته في العالم. وقبل ما تقول لي ازاي ريدت ما حذفش المجتمع ده، فانا هقول لك الريدت وقتها ما كانش فيه سياسات بتمنع الحاجات اللي زي دي، عشان كده ما قدروش يحذفوه، بس هم قللوا الانتشار شويه. يعني السب ريدت ده ما كانش بيظهر في الصفحه الرئيسيه، يعني عشان توصل له كان لازم تعمل حاجه صعبه جدا. حرفيا لو كتبت اسمه وقتها هتلاقيه طوالي، وده اللي خلى الاعداد تزيد فيه بشكل كبير مع انه اتحظر جزئيا. وفضل الموضوع على كده لحد مارس 2019. في حادثه حصلت في نيوزيلندا، الجريمه اللي حصلت كانت صعبه، والفيديو اللي اتصور نزل في كل حته وفي كل المنصات، واغلب المنصات ان ما كانش كلها حذفت الفيديوهات اللي اتنشرت عليها، بس المكان الوحيد اللي ما اتحذرش فيه الفيديو ده هو ريدت، وتحديدا في نفس الصب ده. وطبعا علشان الموضوع كان ترند وقتها، وصل المجتمع ل 2 مليون مشترك في يوم واحد بس. وهنا المجتمع ده وصل للعالم كله وكل الناس عرفته، ومسكوا المنتدى ده ميتين اهله، من اول الناس اللي بتطلب بادب انهم يحذفوه لحد الناس اللي كانت بتقول الفاظ ضفتها للمعجم بتاعي من كتر ما هي جديده. والمشكله ان بعد كل ده الناس اللي ماسكه المجتمع ما رضيوش انهم يحذفوا منه حاجه، ونزلوا منشور قالوا فيه انهم مش هيشيلوا الفيديو ولا حتى يمسحوا اي فيديو عندهم غير لما مسؤولين ريدت نفسهم يطلبوا منهم انهم يمسحوه. وده خلى الناس تولع منهم، وفي الاخر السب ريدت ده اتحذف من مسؤولين ريدت بسبب تحريض على العنف والكلام ده. بس كفايه كده، حرفيا مش هقدر اقرب من المنتدى ده تاني. ولولا ان واحد مش بيحب ان تعب حاجه معينه تروح على الفاضي ما كانش هيبقى فيه الفيديو ده. وقبل ما اقفل الفيديو ده حابب اقول حاجه، كنت ريدت، كنت الناس اللي بتستخدم ريدت، كنت سلبيات ريدت، كنت ايجابيات ريدت، اي واحد هيدافع عن المنتدى ده في التعليقات. برنامج ابن برنامج اللي عامل واحد بيتاخد كل يوم، ما فيش يوم اجازه ليه. يلا يا اولاد اللي مدمنين الموقع ده يا شراميط.